السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. طبعا أنا مش شيرتش معاكم حاجة من العيد. آخر حاجة تقريبا اللي احنا عملناها في العيد، يعني حاجات العيد. كل سنة وانتم طيبين وعد الأيام عليكم بخير. بصراحة بعد العيد وبعد الستة كده جالي دور برد، ربنا المستعان. لسه ما استعدتش نشاطي بقى، خدت اجازة. احنا خلصنا رمضان دخلنا على اجازة، فانا خدت اجازة من كل حاجة. قعدت في البيت بصراحة، ما عملتش اي حاجة الا بس خرجت للنشاطين اللي انا هشاركهم معاكم النهارده. ده اول نشاط عملناه مع الولاد. ده تاني نشاط، ان احنا كان عندنا يوم رياضي. رحنا عملنا لهم فاكهه، وجبه كده من الفاكهه، وكان الولاد بيجوا لنا كمجموعات بعد ما نضفنا بقى الفاكهه وغسلناها وقطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبدانا نقدمها لهم في السرفيسات الاولانيه اللي انتوا شايفينها، وكل الاطفال بيختار نوع الفاكهه اللي بيحبه. ده اول نشاط عملناه. تاني نشاط عملناه بقى ان شاء الله. اول نشاط بقى ده تاني نشاط. اول نشاط ان هو كان يوم عيد الملك. عيد الملك طبعا هنا بيحتفلوا بيه ازاي بقى في هولندا؟ اي حد عنده اي حاجه قديمه من بره في البيت بياخدها وبيطلع بها بره كده في الشارع، يفرش ويقعد يبيعها. طبعا الاسعار بتكون بسيطه، ولكن يعني بدل ما ترميها وتستغنى عنها ممكن تبيعيها، ده حد تاني ياخدها يستفاد منها، ان كان لبس ان كان حاجات مطبخ، كل الادب، كل حاجه تخطر على بالك بتلاقيها في عيد الملك ده. الناس بتكون قاعده بكل الحاجات اللي موجوده عندها في البيت، فهتلاقي هنا كل حاجه يعني. فانا بس صورت لكم كده مقاطع وقلت اشاركها معاكم وتشوفوا الناس هنا برضو بتحتفل ازاي بقى بعيد الملك في هولندا. طبعا بيكون في اماكن فيها اغاني، واماكن فيها احتفالات، واماكن فيها، اعتقد كل هولندا بتكون طالعه زي الاماكن ده كده بالظبط. فاتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعي ينال اعجابكم. النشاط التاني بقى اللي احنا كنا عاملينه في اليوم ده، ان احنا كنا هنا عاملين عصير للولاد، بما ان الولاد كانوا عندهم طول اليوم العاب. فكنا عاملين لهم عصير وعاملين لهم الالعاب ديت وقاعدين معاهم. فاتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعي ينال اعجابكم. ما تنسونيش يا بنات يا ولادي، اي حد والنبي بجد، من لايك وشير وسبسكرايب للقناه فضلا وليس امرا. اعملي كده اعجاب، وكمان قولي لي رايك في الفيديوهات بتاعتي، وان شاء الله نشارك مع بعض الفيديوهات وروتينات وفلوجات، حاجات حلوه كتير ان شاء الله. نستعد نشاطنا كده بعد الاجازه باذن الله، ونبدا بقى نشوف الروتينات بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا باذن الله. واقول لكم اشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير فيديو جديد. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واقول لكم في رعايه الله وحفظه، واشوفكم بقى مع باقي الفيديو.